السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من أهل الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أتمنى لو أن أمام كل مشاهد ومشاهدة المصحف الآن ليتابع معنا في هذه الدقائق المعدودات تدارس هذه الآيات وتدبرها، تدارس هاتين الآيتين الكريمتين اللتين موضوعهما يتعلق بعمل خطير جدا، لأنه يؤثر في إيمان المرء، في إيمان الإنسان، كما يؤثر في حياة الناس أيضا، ألا وهو السحر. السحر الذي أصبح الآن سلعة تروج في وسائل الإعلام وفي الجرائد، في وسائل الإعلام عامة، في كثير من الفضائيات، ويستضاف السحرة ويؤتى بهم يتحدثون ويلمعون، ويصبح الناس يفتتنون بما يقولون وبما يفعلون. ثم أيضا في واقع الناس أن هذا الأمر أصبح أيضا مستفحلا، حيث تجد الكثير من الناس يعاني من هذا الأمر الخطير ألا وهو السحر. فلما جاءهم، من هم هؤلاء؟ في قوله تعالى ولما جاءهم، من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم بنو إسرائيل، هؤلاء هم بنو إسرائيل أي اليهود. يقول الله عز وجل فلما جاءهم رسول من عند الله، أي مبعوث من الله تعالى، وهو الرسول هنا إما محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث في هذه الآية عن اليهود في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك إلى قيام الساعة، ويكون معنى كتاب الله حينئذ إذا كان الرسول المقصود به هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى كتاب الله في الآية حينئذ هو القرآن الكريم. وعليه يكون معنى الآية فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم ودعا أهل الكتاب أي اليهود إلى الإيمان، ومعه القرآن الكريم الذي لا يخالف في الأمر بتوحيد الله تعالى وطاعته والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندهم أي ما عند اليهود في التوراة ماذا فعلوا؟ أعرضوا عنه وكفروا به، متظاهرين بعدم العلم بأنه نبي، أو أن التوراة لم تنص على نبوته، أو متغافلين على عدم علمهم بما يترتب على كفرهم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن القرآن حق بما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية والأخروية. وهم في تركهم لاتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفوا بذلك، بل اتبعوا الأباطيل التي جاءت بها الشياطين. فبذلك يكون هؤلاء قد جمعوا بين مصيبتين عظيمتين خطيرتين، هما المصيبة الأولى عدم الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم اتباعهم للقرآن الكريم
المصدق لما في التوراة، طبعا التوراة الصحيحة لا المحرفة. والأمر الثاني، المصيبة الثانية، أنهم لم يكتفوا بذلك وأيضا قاموا باتباع أباطيل الشياطين كما سيأتي في الآية التالية. هذا على تفسير أن الرسول هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم رسول من عند الله. وإما أن يكون الرسول في الآية هو سليمان عليه السلام، فيكون الحديث في الآية حينئذ عن اليهود الذين بعث فيهم نبي الله سليمان عليه السلام، وعليه يكون المعنى. فلما بعث الله سليمان عليه السلام إلى قومه بني إسرائيل فدعاهم إلى التوحيد وطاعة الله بما هو موافق لما في التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام عندهم، أعرض فريق منهم. وفريق منهم هنا إما يعود لأن الآية جاءت بأهل الكتاب، فإما أن يكون المقصود بهم اليهود حتى يتميزوا عن النصارى، لأنه أصلا لم يكن هناك نصارى في ذلك الوقت لأنه لم يبعث عيسى قبل ذلك، أو أنه فرقة من اليهود أنفسهم، وهذا من إنصاف القرآن الكريم. إذن أعرض فريق منهم بما تأمرهم به التوراة متظاهرين بعدم علمهم بما في التوراة، أو متظاهرين بعدم علمهم بما ينتظرهم من عذاب الدنيا والآخرة بسبب ذلك الإعراض عن الإيمان بما جاء به سليمان عليه السلام. ومن زيادة قيام الحجة على هؤلاء أنهم أصحاب كتاب، أي يعلمون ما يأمرهم الله به من وجوب عبادته وتوحيده وطاعة أنبيائه، ومع ذلك فإنهم يعرضون ولا يلتزمون بما أمروا به. وهذه صفة من صفات المغضوب عليهم، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيها، وإنما صفات المؤمنين ما ذكره الله تعالى عنهم بقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم الآية بعد ذلك تأتي ويخبرنا الله عز وجل بقوله: واتبعوا. إذن المقصود باتبعوا من هم الذين اتبعوا؟ المقصود بهم في الآية هم الذين أوتوا الكتاب، وهم الفرقة من أولي أهل الكتاب وهم اليهود. وهذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة الشرط وجوابها، وهي قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. طيب، لما جاءهم هذا الرسول وجاءهم إما النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أو سليمان عليه السلام بما جاء به قبل ذلك موسى عليه السلام، ماذا فعلوا؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فعطف الله تعالى اتباعهم للشياطين على نبذهم للكتاب أو تركهم له وإعراضهم عنه. فإذا كذبوا الأنبياء ثم وأعرضوا عن الكتاب الذي أنزل إليهم، إما التوراة وإما القرآن الكريم على حسب تفسير الرسول هنا. فإذا كلاهما هو نبذ لما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولم يكتفوا بذلك، اتبعوا الباطل الذي سوف نتحدث عنه، وهو الذي تلته الشياطين. وقوله تعالى: ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما تقرأ مردة الجن، فالشياطين هم مردة الجن من كفارهم وفساقهم والمفسدين منهم، مما له علاقة بالسحر، ناسبين إياه، أي هؤلاء الشياطين ناسبين هذا الشيء الذي يقرؤونه إلى سليمان عليه السلام كذبا وبهتانا. ويدل على ذلك تعدي فعل تتلو بحرف الجر على تتلو على، أي تتلو الشياطين تلاوة كذب على ملك سليمان. وذلك مثل أن يقول الشخص: قال على فلان كذا، أي كذب عليه.
فإذا كلامه غير صحيح. والمراد بملك سليمان هنا أي في مدة عهد حكمه وفي حياته، مثل قولهم تكلم فلان على رئاسة فلان بكذا، أي في زمن رئاسته، أو على حكمه أي في زمن حكمه. ولاحظ هنا أن الفعل تتلو جاء بصيغة المضارع حكاية للحال الماضية على تفسير الرسول بأنه سليمان عليه السلام، أو على أنه دلالة على حالهم في الحاضر وما يستقبل من الزمن، أي أنهم يتبعون ما تمليه وتقرأه الشياطين حتى في الزمن الحاضر وفي المستقبل. ولهذا نستطيع أن نقول بأنه مما يفسر به هدم الآن ما تحت المسجد الأقصى والبحث عن آثار سليمان، ما يفعله الصهاينة اليوم في بلاد فلسطين المحتلة، هو جزء من هذا، أنهم يبحثون عن هذا السحر الذي أخذته الشياطين وأخرجت منه لهؤلاء القوم الذين امتهنوا مهنة السحر. فهم يريدون أن يحكموا العالم بهذا السحر، لأنهم رأوا، أي رأى أجدادهم وأسلافهم كما عندهم في كتبهم، أن سليمان عليه السلام كان له ملكا عظيما كما سيأتي بيانه. وعلى هذا فجملة ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فيها دلالة قوية على أن الشياطين كذبت على سليمان عليه السلام في نسبة ما تتلوه، أي ما تقرأه من الأباطيل وهو السحر، إلى نبي الله سليمان عليه السلام. وتكذيب الأنبياء ووصفهم بالسحر هذا أمر معروف في الأمم، وهذا أيضا الذي جرى على ألسنة الشياطين. لكن لماذا جاء الحديث عن السحر مرتبطا بنبي الله سليمان؟ لأن الله تعالى قد أعطى لنبيه سليمان عليه السلام ملكا عظيما لم يسبق أن أعطاه لأحد من قبل، وهو تسخير الجن له والرياح وغير ذلك، مما جعل ملكه متميزا وملكا عظيما. يقول الله عز وجل: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. انظر الرياح، تسخير الله سبحانه وتعالى الرياح لسليمان عليه السلام. وأسلنا له عين القطر، عين يخرج منها الحديد يسيل. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. إذا سخر له الجن وسخر له كذلك الإنس كما سيأتي. يقول الله عز وجل: وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. إذا انظر كيف أعطاه الله عز وجل أيضا هذه النعمة وهذا الأمر العظيم، أنه يعرف كلام الطيور. وأوتينا من كل شيء، أن الله أعطاه أشياء كثيرة. إن هذا لهو الفضل المبين، هذا كله من فضل الله عز وجل. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس، إذن كان له جنود من الجن والإنس والطير، وكذلك من الطير، فهم يوزعون. فكان سبب تكفير اليهود لسليمان عليه السلام أولا الشياطين، ثم بعد ذلك اتباع اليهود للشياطين في تكفيرهم لسليمان عليه السلام، كان يرجع إلى أنهم حسدوه وكذلك طمعوا في ملكه لما أعطاه الله عز وجل من هذا الفضل العظيم. والمعنى في هذين الصفتين وهي الحسد والطمع هو طلب الضرر، فالحسد أن تطلب الضرر لغيرك، والطمع هو أن تطلب النفع لنفسك وذاتك. لذا جاء بيان القرآن الكريم كافيا شافيا لهذين الأمرين، فقال تعالى بعد ذلك كما سيأتي: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فما يضرهم أي ما يضرون به غيرهم، ولا ينفعهم فيما يطمعون إليه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لذا جاءت الجملة المعترضة بعد ذلك: وما كفر سليمان، لتبين براءة نبي الله سليمان عليه السلام من نسبة تلك الأباطيل إليه،
بل ذلك الكفر الذي كانت تقرأه الشياطين وتنسبه كذبا وبهتانا إلى سليمان عليه السلام كان من اختلاق الشياطين، ولم يكن لسليمان به أي ارتباط أو صلة. وفي هذه العبارة دليل قاطع بكفر السحر، لأن الله عز وجل ربط بما تلته الشياطين من السحر بالكفر، قال وما كفر سليمان، لأن الله تعالى نفى الكفر عن سليمان عليه السلام مما نسبته إليه الشياطين، مما كانوا يقرؤونه واتبعهم فيه طائفة من أهل الكتاب وهم اليهود. فإذا يكون حكم السحر هو الكفر بالله تعالى. وجاءت كلمة السحر هنا عامة، مع أن السحر أنواع كثيرة ومتعددة لتشنيع هذا العمل، وأنه خطير حتى لو كان من الأمور التي تعتبر من الكبائر ولا تصل إلى حد الكفر، ولكنه جاء هنا بصيغة العموم من أجل خطورته والابتعاد عنه قدر الإمكان، مثل قضية الشرك والظلم ونحو ذلك، فتأتي على صيغة العموم حتى يتجنبها الناس ولا يقعوا فيها. كما يلاحظ أيضا هنا تقديم نفي الكفر عن سليمان عليه السلام، وما كفر سليمان، فبدأ الأمر بنفي الكفر عن سليمان عليه السلام، لأنه الأهم ولأنه هو صاحب المقام الذي ينبغي أنه يبرأ من هذه التهمة تبرئة له من هذا الذنب العظيم الذي نسبه إليه الشياطين ومن تبعهم بعد ذلك من طوائف اليهود كما سيأتي. وفي هذا إشارة إلى أن الذين اتبعوا ما تقرأه الشياطين من السحر كانوا قد حكموا على سليمان عليه السلام بالكفر قبل ذلك. لماذا؟ تبريرا لما قاموا به من اتباع الشياطين. فإذا هؤلاء الذين اتبعوا الشياطين قالوا ما دام أن سليمان قد كفر فإذا نحن نتبع الشياطين، لذا قدم الله تعالى نفي الكفر عن سليمان عليه السلام حتى يقطع الطريق أمام هؤلاء. وهذا قد ورد عنهم في كتبهم، حيث اعتقدت هذه الطائفة من اليهود أن سليمان عليه السلام كان ساحرا، وذلك لما رأوا من خدمة الجن له ومن معرفته لمنطق الطير ومن تسخير الله سبحانه وتعالى له للريح وغير ذلك، وقالوا إنه لم يكن نبيا، وبالتالي حكموا بكفره، ولكنهم عوقبوا من جنس ما رموا به هذا النبي الكريم الصالح، فكفروا باتباعهم الشياطين. انظر، هم كفروا نبي الله سليمان عليه السلام فعوقبوا بجزاء فعلهم، فكفروا باتباعهم للشياطين في ما كانوا يقولونه ويعلمونهم إياه من السحر. وهكذا سنة الله تعالى في من يطعن في الأنبياء. فانظر إلى الشيعة مثلا حينما طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، في نسبته الفاحشة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطاهرة، ابتلوا بزواج المتعة، وهو صورة من صور الزنا المحرم، ومع ذلك يتعبدون به ويرتبون عليه الأجر والعياذ بالله تعالى، فالجزاء من جنس العمل. ولكن لماذا كان السحر كفرا؟ لأن السحر يؤثر في توحيد الربوبية، فالساحر يعتقد أنه بتلك الطلاسم وبسحره يقوم بأعمال خارجة عن إرادة الله تعالى، فهو كأنه يشعر بأنه يتصرف في هذا الكون خارج إرادة الله تعالى، فهذا يؤدي إلى شرك الربوبية، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له. كذلك لأن السحر يؤدي إلى الشرك في الألوهية، لأن الذي يطلب من الساحر أن ينفعه أو يضره قد خالف أمر الله تعالى في دعاء الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فيما فيه رفع الضر وجلب النفع. لهذا كان السحر جامعا بين نوعي الشرك في الربوبية، وهو اعتقاد
أن الساحر يمكن أن يقوم بأعمال بعيدة عن إرادة الله تعالى والعياذ بالله. وكذلك في شرك الألوهية، لأن طالب السحر يذهب إلى هؤلاء الكفرة فيطلبهم إما في دفع ضر عنه أو في إلحاق ضر بغيره أو في طلب نفع. ولهذا جاءت الأحاديث النبوية صريحة قوية كما أيضا في هذه الآية في أن السحر من الموبقات ومن الأمور الخطيرة ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله والسحر، ثم ذكر بقية الأمور الأخرى. وهذا يدل على عظم جريمة السحر، لأنه قرنه بالشرك وعده من السبع الموبقات التي نهى عنها، لكونها تهلك فاعلها في الدنيا لما يترتب عليها من الأضرار الحسية والمعنوية، وكذلك تهلكه في الآخرة بما ينال بسببها من العذاب الأليم. كذلك ورد عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا، وهؤلاء من جنس السحرة، لأن يصدق عليهم على العراف والكاهن بأنه ساحر، لأن كلاهما أو لأنك الجميع يدعي علم الغيب ويدعي التصرف ويدعي معرفة ما لا يعرفه الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وكذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، يعني يأتي شخص تسرق منه أشياء أو يريد أمرا، يريد أن يعرف أمرا أو يريد أن ينجح أو المرأة تريد أن يكون لها زوج أو الرجل يبحث عن زوجة ونحو ذلك. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ولا يعني ذلك بأنه لا يصلي، ولكن هذا عقوبة له. فأمر الصلاة أمر خطير، فانظر كيف أنه بمجرد أن يأتيه فقط فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وهنا في مجرد ذهابه إليه وطلب الشيء منه، لكن لو صدقه فإنه ينطبق عليه الحديث الآخر الذي هو الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان فعل ذلك الساحر مما يستعين به أو بفعل السحر بالشياطين ونحو ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، أي يضعها، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. ففي هذه الأحاديث النهي عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك. وفيها كذلك دليل على كفر الكاهن والساحر، لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، ولأنهما لا يتوصلان أي الكاهن والساحر إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله، وذلك كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. فالساحر لا يتمكن من فعل سحره إلا بالخروج من هذا الدين، لأن الله ربط بين السحر وبين الكفر، وذلك مثل الذبح للجن والاستغاثة بهم أو إهانة كلام الله تعالى أو غير ذلك من الموبقات. نواصل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بتدبر هذه الآية بعد أن نأخذ فاصلا، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فانتظرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن
تكملة لتدبر تلك الآيات الكريمات، فإنني أقول إن النصوص السابقة من الكتاب والسنة تدل على كفر الساحر، وهذا واضح بين أيضا في الآية، لأن الآية حكمت على عمل السحر بأنه كفر، وأن هؤلاء القوم تركوا الكتاب، تركوا ما أنزل عليهم من الكتاب وذهبوا إلى ما تتلو الشياطين من السحر، ثم حكم الله سبحانه وتعالى ببراءة سليمان عليه السلام من الكفر، وهذا معناه براءته من السحر، فكان السحر بمثابة الكفر، فإذا السحر كفر، فلهذا الساحر يعتبر كافر لاتباعه الشياطين الذين كفروا بذلك السحر. والذي يذهب إلى السحرة ليطلب منهم ضرر الآخرين أو يطلب منهم نفعا أو نحو ذلك يكون قد لجأ إلى الكفرة، وهذا أيضا كفر، لأن هؤلاء يلتمسون علم الغيب ونحو ذلك. قلت بأن ما دام الله سبحانه وتعالى قرن السحر بالكفر، فإن الساحر يعتبر مرتدا إذا كان مسلما أو إذا زعم أنه مسلم، وهذا يدل على أنه يستتاب فإن تاب، وإلا قتل، لأن هذا هو الحد الشرعي. ولكن عندما نتحدث عن القتل نتحدث عن منظومة قضائية يتم فيها هذا الأمر في القضاء، وتطلب البينات ووسائل الإثبات إما بالإقرار وإما بالبينات القضائية. وذهب بعض العلماء إلى قتله دون استتابة لخطورة فعل الساحر، فقد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث جندب رضي الله عنه موقوفا أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. وكذلك ورد ذلك عن طائفة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وعلى كل حال، فحتى لو قيل بأن قضية الساحر يستتاب أو لا يستتاب، فهذه من المسائل التي تعتبر من مسائل السياسة الشرعية التي يقوم فيها الحاكم بقطع دابر هذا الأمر، ليقطع دابره في المجتمع لضرره الخطير. فإذا رأى بأنه هذا الأمر ليس بمنتشر في المجتمع، فيمكن أن يستتاب ويتوب ويحبسه ويوقع عليه عقوبة معينة. وإذا رأى أن هذا الأمر قد استفحل ولا ينفع معه إلا الحزم، فإنه يقوم بالحد مباشرة. وممن تشدد تشددا كبيرا في كفر الساحر وعدم استتابته وقتله الإمام مالك رحمه الله، وكذلك جمع آخر من علماء أهل السنة والجماعة. قوله تعالى: يعلمون الناس السحر، هذه الجملة حال من الضمير في كفروا، أي حال الذين يعلمون الناس السحر هو الكفر، أي أنهم بتعليمهم الناس السحر قد كفروا. ويلاحظ هنا ربط السحر بالشياطين، مما يدل على أن غالب السحر هو أن غالب السحر يكون بالتعاون مع الشياطين، وهو أشد وأخطر أنواعه، وأنه من أعمال الشياطين واستعمال البشر لهم. يؤيد ذلك قول الله تعالى على لسان الجن أنفسهم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي ضررا. وكما قلت، السحر والشعوذة والكهانة والعرافة وكل ادعاء للغيب أو تعامل مع الجن فهو بمعنى واحد، أي داخل في معنى السحر، لأن أظهر معنى في السحر هو الخفاء والتأثير، وذلك أن أعمال الساحر خفية غير ظاهرة، فليست مرتبطة بالسنن الكونية الظاهرة. أنت لما تذهب إلى الطبيب يعطيك دواء، هذا الدواء إذا حلله الناس وجدوا أنه له علاقة بجسم الإنسان، فيتأثر جسم الإنسان بتلك الأدوية، وهذه من سنن الله الكونية. أما الساحر فيعمل أشياء غير مرتبطة بتلك السنن في الظاهر، لأنه يتعامل بطلاسم ويتعاون مع الجن الذين هم من عالم الغيب بالنسبة للناس ما لم يظهروا ونحو ذلك، وهذه أمور خفية. لذا فهو يشبه خوارق العادات في الظاهر، لكن له سبب خفي. والمعنى الثاني في السحر التأثير في المسحور أو المسحور له، كما سيأتي بيانه.
والسحر من الأعمال القديمة التي عرفها البشر حيث ظهرت في قديمة كما ذكر الله عز وجل ببابل، لذا تعرفه غالب الأمم، وتعرف كذلك أنه مذموم وإن تعاطوه وقاموا به. ولهذا كانت الأمم الذين ينكرون نبوة الأنبياء يصفونهم بالسحرة، ومنه قول الله تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. ويقول الله عز وجل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وفي حديث البخاري عن عمران بن حسين أن القوم عطشوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا الماء، فوجدوا امرأة على بعير لها مزادتان أي قربتان من الماء، فأتيا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الجيش، ثم رد إليها مزادتيها كاملتين أي مليئتين بالماء، فقالت لقومها: فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه، تعني بين السماء والأرض، وذلك لأنها لم تكن تعلم بأنه نبي وأن الله يجري على يديه مثل هذه المعجزات تثبيتا للمؤمنين. ومع ذلك فإن العرب لم تكن من الأمم التي اتهمت بالسحر أو اهتمت به أو برزت فيه، وإنما وفد إليهم من أمم أخرى مثل اليهود، ولهذا لم يكثر ذكر السحر بين العرب المسلمين إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة، إذ قد كان فيها اليهود لأنهم كانوا أكثر الأمم اشتغالا به. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري أن لبيد بن أعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعله لبيد لتكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في إبطال سحر لبيد، وليعلم أنه نبي لا تلحقه أضرارهم. فكما لم يؤثر سحر السحرة على موسى، كذلك لم يؤثر سحر لبيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم عارض وتأثير بسبب ذلك السحر، ثم شفاه الله تعالى منه، والقصة معروفة في البخاري. وكانت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إنباء من الله له بما صنع لبيد، وهو في معنى هذه القصة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم نظيرها ما حصل لموسى عليه السلام عندما قال الله عنه: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يخيل إليه أنه يأتي زوجاته ولم يكن يأتيهم. قال عز وجل: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فالله عز وجل يعصم رسله من تأثير السحر وإن أصابهم بسببه عارض وأثر، كما أن ذلك العارض لا يؤثر في أدائهم الرسالة والوحي، لأن الله حفظ وحيه وعصم الأنبياء في تبليغ الرسالة لتقوم الحجة على الناس. وفي قول الله تعالى: يعلمون الناس السحر، دليل على أن للسحر حقيقة وتأثيرا في المسحور، إذ لا يتصور أن يعلم الناس ما لا حقيقة له ولا تأثير له. ويؤيد هذا ما ورد بعد ذلك في قوله تعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقان به بين المرء وزوجه. وبسبب تأثيره والضرر الحاصل في تعلمه وتعاطيه فقد شدد الإسلام في حكم السحر وفي حكم الساحر وفي حكم من يطلب العون من السحرة ويتعامل معهم. يقول الله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. جملة وما أنزل معطوفة على واتبعوا، أي اتبعوا ما وجدوه كما زعموا على ملك في عهد سليمان ما قرأوه، فيكون المعنى أن اليهود اتبعوا ما تقرأه الشياطين مما ادعوا أنه كان في عهد سليمان عليه السلام، واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين هاروت وماروت. لكن ما الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت ولماذا؟ وهل في ذلك دليل على جواز تعليم السحر للناس؟ نقول لا أبدا، وإنما في عصر من العصور اختلط السحر بمعجزات الأنبياء، فاختلط على الناس الأمر، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذين الملكين يعلمان الناس الفرق بين المعجزة وبين السحر، حتى يتركوا
وحتى تظهر لهم الحجة، لأنه اختلط الأمر، لأنني كما قلت في السحر شبه بالمعجزات في مسألة خوارق العادات، فالساحر قد يحرك أشياء ويعمل أمورا تعتبر في أعين الناس كأنها نوع من الخوارق. ولهذا نقول بأن هؤلاء الملائكة أو أن هذين الملكين لم يكون يعلم الناس السحر من أجل الضرر، وإنما ليتبين الفرق بينه وبين معجزات الأنبياء. ولهذا لا يصح تعلمه ولا تعليمه أي السحر، لأن الله عز وجل وصفه بأنه كفر، وما فعله الملكان كان بأمر من الله تعالى، وهو أيضا شرع من قبلنا نسخ بشرعنا، فلا يجوز فعل ذلك. وللآية أيضا تكملة، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمامها، ونبين أيضا الأحكام المتعلقة بها، لأنها تحمل معان كثيرة تبين حقائق أخرى كثيرة، وتبين فساد هؤلاء السحرة. وفي هذا تحذير للمؤمنين أن لا يتبعوا السحرة، وأن يتجنبوا السحر، وأن لا يقربوه، لأنه مفسد للدين، مفسد للعقيدة. وكذلك على المؤمنين أن يجتنبوا القنوات التي تشيع الفاحشة في المؤمنين بنشر السحر والشعوذة ونحو ذلك. فعلى المؤمنين أن يحذروا هذا الأمر، وأن يمتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع الكتاب، وليس اتباع ما تتلو الشياطين، وليس اتباع ما جاء به هؤلاء المفسدون الذين اتبعوا الشياطين. وفي قول الله تعالى هذا فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر، ولكن الملكين لم يكفرا، وإنما امتثل أمر الله تعالى بما طلب منهم فعله، وهو بيان السحر لاتقاء شره وإبطاله، وبيانا للفرق بينه وبين معجزات الأنبياء. وفي قوله تعالى إنما نحن فتنة، هذا من قول الملكين، أي ما أمرنا الله بتعليمه للناس من الفرق بين السحر وبين المعجزة، لمن طلب منهم ذلك إنما هو ابتلاء للناس وامتحان لهم فيما يطلب تعلمه ومن لا يطلب، في من يطلب تعلمه ومن لا يطلب. ونظير هذا امتحان الله تعالى للناس بخلق إبليس والشرب من النهر في قصة طالوت مع جنوده. ولله عز وجل أن يبتلي عباده بما يشاء سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وفي هذا دلالة على أن للسحر حقيقة وتأثيرا، وهو أنواع كثيرة، كما أن في هذه الجملة أيضا إشارة إلى أنه لا يحصل من السحر إلا الضرر، وهذا مثال للضرر الذي يحصل بسبب السحر. وفيه إشارة إلى أنه لا فائدة فيه مطلقا، لأن المثال جاء بالضرر فقط. وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يلاحظ هنا أن الضمير عاد إلى الجمع، أي إلى ما تفعله الشياطين، سواء شياطين الجن أو شياطين الإنس الذين اتبعوا الجن في سحرهم، فعاد الضمير إلى الجمع لا إلى المثنى، ليس إلى الملكين. وفيه إشارة إلى أن الذين يستعملون السحر للإضرار بالناس وهم السحرة والشياطين وليس الملكين، فالملكان كانا يعلمان فحسب، تحذيرا للناس منه وتفريقا بينه وبين معجزات الأنبياء. يقول الله عز وجل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وفي هذه الجملة إشارة ودلالة إلى مقاصد الناس من تعلم السحر وطلبه من السحرة، وهو الضرر بالآخرين بسبب حسدهم لهم مما حباهم الله تعالى به من النعم. وفي هذا اعتراض على قضاء الله وقدره، فإنهم يحسدون الناس على ما آتاهم